لو معاك نص جنيه 1956 18 يونيو 56 نص جنيه زي اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، هو نص جنيه فضه تم اصداره في عيد الجلاء، عيد الجلاء القوات البريطانيه عن مصر. هو نص جنيه مصنوع سنه 1956 زي ما انتوا شايفين اهو مكتوب عليه جمهوريه مصر. فدي سعره غالي جدا يا جماعه، بيبدا سعره من اول 700 جنيه او 600 جنيه وبيبدا يعلى تدريجيا، ممكن سعره يوصل لحد 1000 ونص و1600 و1700 جنيه لو وصل لحاله الانصر اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع. لو معاك عمله زي دي بالظبط مكتوب عليها عيد الجلاء ودي موجوده في بيوتنا المصريه، ودي عمله تذكاريه مصنوعه من الفضه وزنها 28 جرام من الفضه، تم اصدارها في عيد الجلاء مكتوب عليها عيد الجلاء 18 يونيو 1956، وعلى الوجه صورة لفرعون زي ما انتم شايفين 18 يونيو 56، وجه صورة لفرعون مكلبش تم تحريره يعني من الاحتلال او من الاستعمار، مكتوب على الوجه عيد الجلاء، وفي الظهر مكتوب 1956 نص جنيه زي ما انتم شايفين 50 قرش 1956 او 1375 هجرية، ومكتوب عليها جمهورية مصر. العملة ديت يا جماعة مصنوعة من الفضة وزنها 28، فلو موجودة مع اي حد يبعتها لنا حالا واخدها منك باسعار كويسة. بيبدأ سعرها من اول 700 جنيه وبتعلى تدريجيا لو تحسنت الحالة بتاعتها لحد ما بتوصل ل1000 ونص وتزيد عن 1000 ونص لو وصلت لحالة الانصر اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع. ولكن العملة اللي انا عارضها دي يا جماعة وموجودة في ايديا ديت حالتها مش عالية جدا اللي هي مش حالة انصر، تمام؟ فبتبدأ سعرها من اول 700 800 900 تزيد شوية. اما لو اتحسنت الحالة بتاعتها بقى وصلت لانصر بدون اي عيوب نهائية وجراماتها مظبوطة وميزانها مظبوط فبتعدي سعرها ب 1300 و 1400 جنيه، تمام؟ دي بالنسبة لعملة عيد الجلاء. لو معاك عملة زي دي ابعتها لي حالا، وارقام الواتس موجودة طبعا على كل المنصات بتاعتنا، سواء انت بتشوفنا على الفيسبوك او بتشوفنا على اليوتيوب او الانستجرام او التيك توك. ارقام الواتس انا سايبها لكم كلها في التعليقات فتبعتها لنا حالا. بس هو تنويه يا جماعة لكل متابعينا، يا جماعة احنا بيجي لنا اكتر من 2000 رسالة في اليوم، فانا كاتب رد تلقائي يعني يا ريت كل الناس اللي بتتابعنا تشوفنا وتعمل لايك للفيديو ده عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس والمعلومة اللي انا هقولها دي توصل لكل الناس. فبيجي لنا رسائل كتير عشان نرد عليكم كلكم وناخد منكم العملات، لابد يبقى في سرعه في الرد. عشان سرعه في الرد طبعا انا عامل رساله تلقائيه، لو انا شفت العملات بتاعتك وما تمش الرد عليك تاكد ان عملتك شعبي ملهاش اي قيمه بتتباع بالكيلو، تمام؟ فانا شفت العمله بتاعتك على الواتساب وما ردتش عليك تعرف اوتوماتيك ان العمله بتاعتك دي ملهاش اي لازمه. الناس بقى تقعد تقول لك طب يا عم رد علينا، طب رد علينا، طب ما انا اما هرد عليك الناس بتزعل. هدفنا من عدم الرد يا جماعه حاجتين، اول حاجه الوقت، لان انا اما برد على الناس ناس بتزعل وبتقعد تسال طب ليه وازاي وبيه وتيه ويقعدوا يستفسروا ويضيعوا وقتنا، وناس تانية بتزعل وتقعد تنتقد وتقعد تقول لك لا كل الناس. انا ببقى يعني عاوز اقول لكم مقدر شعور الناس، كل واحد معاه اي عملة في بيته مفكر ان هو معاه كنز وعاوز العملة دي تتباع باعلى سعر. ففي ناس كتير بيبعتوا لنا العملات وبيبقى عاوز ان انا ارد عليه اقول له العمله بتاعتك ديت ياه مفيش غيرها 2 في مصر، ولكن العمله بتاعتك بالكيلو. فبمجرد ما انا بقول له العمله بتاعتك ملهاش لازمه بيزعل يقول لي ليه يا عم ما زيها ما نفس الشكل، وهي مش بالشكل، هي بمواصفات معينه ونفس التاريخ ونفس الخامه ونفس كل حاجه، في مواصفات كتير للعمله عشان تبقى العمله دي بتاعتك لها سعر. ومش اي عمله كمان لها سعر، لابد ان هي تكون نادره، في عملات لها سعر وفي عملات متداوله وفي عملات نادره. يعني في ناس كتير معاها عملات عاديه بتتباع العمله ب 200 300 جنيه 150 جنيه، وبقول لهم في قلب التعليقات لو معاك عمله عاديه وموجوده ومتداوله ولكن لها قيمه، وفي عملات ملهاش قيمه خالص بتتباع بالكيلو، وفي عملات ثالثه لها قيمه جدا ونادره ومفيش منها غير قطع نادره اللي موجوده في مصر، دي اللي بتعدي بقى 1000 و2000 و3000 و10000 و15000 جنيه، دي القطع النادره. ولكن العملات المتداوله في ب 200 و300 و400 و1000 و2000 دي العملات المتداوله و3000 جنيه، تمام؟ اما العملات النادره جدا هي اللي بتعدي الالوفات بقى ال 10000 وال 15000 جنيه، وديت غالبا ونادرا جدا لما بنشوفها في بيوتنا المصريه. فدي كان تمنويه لكل الناس المحبين ومتابعين على كل المنصات بتاعتنا والبيدجات، يعني انا شفت الرسائل بتاعتك على الواتساب وما ردتش عليك تاكد ان العمله بتاعتك دي من غير زعل ملهاش اي قيمه وبتتباع بالكيلو او ملهاش قيمه حاليا في الوقت الحالي ويفضل الاحتفاظ به.
اما لو انا رديت عليك تاكد ان العمله بتاعتك دي لها قيمه، سواء بقى قيمه عاديه او قيمه نادره. تمام. دي كان كل التنويه، عشان الناس بتزعل يا جماعه من قله الرد. ما بتردش علينا ليه يا عم؟ رد يا عم، انا بوضح لك. انا لما برد سواء انت عقليتك متفهمه الرد بتقول لي شكرا، وفي ناس ثانيه تقول لك ليه وازاي، ويبداوا يشككوا، ويبداوا في ناس بتغلط وناس بتتطاول وناس تقول لك طب ما زيها هي، طب انتوا بتبعتوا لنا ليه يا جماعه؟ اول توضيح. تاني توضيح بقى بالنسبه لي برضو هو المهم جدا، انت بتبعت العملات بتاعتك على الواتساب. انا والله العظيم 3 بشوف كل الرسائل اللي موجوده على الواتساب رساله رساله، ومفيش ولا رساله ما بفتحهاش، ولكن غصب عني بيبقى عندي ضغط رسائل. فاعذروني، الرد على الرسائل بيبقى في حدود من 24 ساعة ل 48 ساعة. ممكن انت حظك بعت رسالة انا كنت فاتح فبفتح وبشوفها في ساعتها. طب الوقت بقى ساعات انا ما ببقاش فاتح، برد على الرسائل يوميا باذن الله، بس الرد في خلال من 24 ل 48 ساعة. فانت تبعت الرسائل بتاعتك ويبقى عندك صبر شوية وانتظار ان انا هشوف الرسالة بتاعتك، ولو لها قيمة هرد عليك، ملهاش قيمة طبعا مش هرد عليك زي ما اتفقنا. فهو اللي انا حابب اقوله، الناس برضو بتقعد ترن. طب انت دلوقتي الواتساب ده هو معمول بس ليس والا عشان اشوف العملات فيه واتواصل من خلال الواتساب. طب انت بترن ليه؟ لازمه الرن يعني هيوصلك لايه؟ انت كده كده اصلا التواصل عن الواتساب لازم اشوف العمله، مش هقدر افيدك حتى لو انت رنيت عليا، مش هقدر افيدك الا لما لازم اشوف العمله بتاعتك، اقول لك لها لازمه او ملهاش لازمه. الناس ترن عليا طب انا معايا العملات اللي لها قيمه ايه؟ طب يعني انت انا مطلوب مني ان انا اقول لك حوالي 300,000 عمله مصريه ديت لها قيمه، ودي لها قيمه، ودي لها قيمه، ودي ملهاش قيمه؟ طب انا هعدهم لك ازاي واقولهم لك ازاي في التليفون؟ فالناس بس تبقى مقدره بس الحاجات دي يا جماعه عشان نسهل على بعض، يبقى في بالنسبه لنا وبين بعض. يعني عاوز اقول لكم يا جماعه بس باختصار ان انا حتى وانا بعمل لكم الفيديو دي دلوقتي، يعني الناس مش مبطله رن على الواتساب. يعني سواء افتح الرقم اتواصل مع الناس اللي هاخد منهم عملات، تمام، الرن ما بيبطلش. حتى اقفل الرقم عشان اعمل فيديوهات لكم بيرنوا على الواتساب ما بيبطلوش رن. وادوا انتوا سامعين، وقطعت طبعا ومنتجت اكتر من مره بسبب وفصلت الكلام اكتر من مره عشان خاطر كتر الرن عليا. فانا مش شايف اي مغزى اللي انت ترن عليا. انت كده كده بترسل عملاتك، وعملاتك انا بشوفها لها لازمه، انا اللي بتواصل والله معاك، والله لو لها لازمه انا اللي بديك السعر، وببقى حابب ان انا اتواصل معاك عشان اخد منك العمله. طيب ملهاش لازمه، طبعا انا مش هرد عليك، ملهاش اي قيمه، فانت يفضل الاحتفاظ بيه. فملوش اي لازمه الرن، لا ترن عليا سواء التليفون حتى مفتوح. انت بترن عليا ليه؟ هتقول لي انا معايا عملات. طب ما انا عارف ان انت معاك عملات وبترن عشان انت معاك عملات. طب ما تبعتها على الواتساب، ابعتها على الواتساب على الرقم اللي هو انا مديهولك، ابعتها لي وهرد عليك. دي كان توضيح بس يا جماعه، وكلمتين حابب ان انا اقولهم لحضراتكم ولكل متابعينا. وبقول ان اي متابع ليا على البيجات بتاعتي فهو على راسي من فوق، وانا بحترمه وبقدره كل الاحترام وكل التقدير. بس ساعدوني ان انا اقدر ان انا اتواصل معاكم، وساعدوني ان انا اقدر ان انا اتفاعل معاكم، واقدر ان انا افيدكم، وادي فرصه لغيرك. انت دلوقتي حاجتك دي ملهاش لازمه، ادي فرصه لغيرك. ما تفكرش ان انت اما تقعد بتاخد حق زميلك اللي هو باعت له عملات، والمفروض ان العمله ديت لها قيمه وانا هاخدها منه، وان هي ممكن اما اخدها منه تغير من حياته او تساعده في الظروف الماديه اللي احنا بنعيشها. فيا ريت ان احنا يا جماعه نقدر بعض. وانتوا انا كلكم بحترمكم، كل الناس اللي متابعاني وكل الناس اللي هي بتتابع القناه بتاعتنا وعارفه ان احنا محتوانا صادق، احنا بنحطها على راسنا من فوق وبنقدرها، وكلكم كل الاحترام والتقدير بالنسبه لنا. تمام. كذلك انا لما بديك السعر فانت ليك ليك الاحترام وليك حريه اللي انت توافق او ترفض العرض اللي انا بعته لك، وتبيع في المكان اللي يريحك طبعا. دي بالنسبه لي يا جماعه كان توضيح لحاجات كتير انا عاوز ارد عليها لمتابعينا. ويا ريت ان احنا نسمع الفيديو للاخر يا جماعه وتعملوا لنا لايكات كتير. اما بالنسبه للعيد الجلاء اللي هي ال50 قرش دي، فدي نادره جدا يا جماعه، بتتباع بسعر كويس يا جماعه، مش نادره جدا، هي عمله فضه وموجوده مع الناس، ولكن عمله تذكاريه، وبتبدا سعرها من 700-800 جنيه وبتعلى لحد 1500 جنيه لو وصلت لحاله الانصر اي بدون اي عيوب نهائيه. انا كده خلصت كل ما يتعلق عن العمله. فلو معاك تعمل لنا تبعتها لنا على الواتساب، وارقام الواتساب موجوده على كل المنصات والبيجات. اما يا جماعه بطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا لايكات كتير للفيديو وعشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس، سواء على الفيسبوك لايك وشير ومتابعه، اما على اليوتيوب سبسكرايب واشتراك عندنا في القناه عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس، واليوتيوب والتيك توك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.